ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. خامس حلقه من سلسله تاسيس البنات، والنهارده الحلقه مهمه جدا يا بنات. هنتكلم عن النظافه الشخصيه من الالف للياء، علشان تفضل طول الوقت تكون ريحتك حلوه، علشان تكوني واثقه من نفسك، وعشان ما تتحطيش في اي موقف محرج ممكن ياثر عليكي فتره طويله جدا. فما دام انت بنوته يبقى لازم يكون عندك كل المنتجات دي علشان تقدري تحافظي على ريحتك تكون حلوه ومميزه، وتهتمي بنظافتك الشخصيه. بجد بنات الفيديو النهارده مش هسيبلك نقطه ما تكونيش عارفاها. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا على طول. في البدايه كده بنات عايزاكم تروحوا تجيبوا ورقه وقلم، علشان احنا هنقسم الفيديو بتاعنا لثلاث نقط اساسيه. هنعمل مع بعض الروتين اليومي والروتين الاسبوعي والروتين الشهري، والحاجات اللي هقول لكم عليها دي انا بعملها من وانا صغيره لحد دلوقتي، فالروتين ده هيكون ثابت معاكي لحد ما تكبري، وحتى لو انتي بنوته كبيره فهتستفيدي جدا جدا من الفيديو ده. فكل اللي عايزاه منكم ورقه وقلم عشان تكتبي الحاجات اللي هقول لك عليها. الروتين اليومي، اول خطوه في الروتين اليومي يا بنات، خلينا نجيب بس دي نحطها هنا كده ماشي، عشان بقى يبقى سهل كده وانا بتكلم معاكم. اول خطوه في الروتين بتاعنا الغسول. مهم جدا يا حبيبتي ان انت تجيبي غسول لبشرتك وتستخدميه مره الصبح ومره بالليل. بصوا يا بنات، هاتوا اي نوع غسول يكون مناسب لنوع بشرتك وهتستخدميه مره الصبح ومره بالليل. مهم جدا ان احنا نستخدم الغسول عشان ننظف الاتربه، الزيوت اللي بشرتنا بتفرزها اصلا لوحدها. بشرتنا بتفرز زيوت واحنا نايمين، الدهون دي يا بنات والزيوت لما بتفضل على سطح الجلد بتسبب لنا حبوب كتيره قوي، والحبوب اللي بتبقى اخص يعني بالذات الحبوب اللي بتبقى تحت الجلد. فمهم جدا ان احنا نستخدم في الروتين بتاعنا اليومي مره الصبح لما بصحى من النوم بغسل بشرتي، وبالليل لما برجع من بره او لو انا قاعده في البيت برضو بغسل بشرتي بالغسول. طريقه غسيل هنا البشره يا بنات مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين انا بغسل بشرتي ازاي. ما انا مش هاخد الغسول واحطه على البشره واشطفه بميه وخلاص، الموضوع ده ما بيخليش البشره اصلا ان انت تنضفيها، فما بيديكيش اي نتيجه، بالعكس انت بتحسي ان بشرتك اصلا بتطلع حبوب اكتر. فمهم جدا ان احنا بناخد كميه من الغسول مناسبه كده، وبعد كده بنبدأ نفركها بين ايدينا علشان نخلي المكونات اللي موجودة في الغسول تتفاعل مع بعضها. بعد كده بنفردها على وشنا وبنبدأ بحركات دائرية لمدة دقيقتين على البشرة، خصوصا ان انا بعمل كده من فوق لتحت. لو انا عندي زيوت على بشرتي، مناخيري، الدقن، القورة، بالذات البنات اللي بتبقى بشرتها دهنيه وبشرتها مختلطه بيبقى عندها زيوت كتيره جدا، فمهم جدا ان احنا نغسل بشرتنا لمده دقيقتين، ما نحطش الغسول ونشطف بشرتنا كده ونقول احنا غسلنا وشنا. طب بعد ما بغسل بشرتي لازم استخدم مرطب علشان بشرتك هتتعرض للجفاف لو انتي مرطبتيش البشره. البشره بقى هنا وهي منديه، اول ما لسه عليها ميه كده نجيب كريم مرطب يكون مناسب لينا، ونبدا ان احنا ناخد منه كميه بسيطه قوي يا بنات. بلاش نحط بقى كميه كبيره على وشنا علشان ده برضو هيسبب لنا حبوب. بناخد كميه بسيطه كده وما بنحطهاش على طول على الوش، لا بنبدا نحطها على ايدينا كده، نعمل كده ونبدأ نحطها على البشرة بحركات دائرية من فوق لتحت. والموضوع ده بعمله بعد ما بستخدم الغسول مباشرة. بعد كده الخطوة الثالثة وهو الصن بلوك. من وانتي صغيرة لو استخدمتي صن بلوك بجد الموضوع هيفرق معاكي في الحبوب، في شكل بشرتك. بشرتك مش هتتحرق من الشمس وانتي نازله الدروس وانتي جايه من المدرسه، فالموضوع بيبقى مختلف 180 درجه لما بنستخدم الصن بلوك. بصوا يا بنات، الصن بلوك ده اصلا سعره حلو جدا، يعني سعره حوالي 120 جنيه 130 جنيه، وبيقعد معاكي فتره طويله جدا جدا. طريقه بقى استخدام الصن بلوك، انا بستخدم الصن بلوك قبل ما اطلع للشمس ب10 دقايق او بربع ساعه. ما احطش الصن بلوك واطلع للشمس على طول لانه مش هيديني نتيجه غير بعد ربع ساعه من استخدامه. فقبل ما اطلع من البيت استخدم الصن بلوك، وانا رايحه المدرسه وانا رايحه الدرس استخدم الصن بلوك قبلها ب10 دقايق ربع ساعه، ويفضل كمان لو هتستخدميه قبلها بنص ساعه. بس احنا بنقول يعني لو احنا مزنوقين او ما كناش عارفين ان احنا هنطلع فممكن نستخدم الصن بلوك قبلها ب10 دقايق او ربع ساعه زي ما انا بعمل كده. باخد بقى كميه من الصن بلوك حلوه جدا، ما اخدش كميه بسيطه، لا انا باخد من الصن بلوك كميه مناسبه كده. هتقولي لي دي كميه كبيره، انا عايزه احمي بشرتي من اشعه الشمس. ما انت لازم تبقي عارفه كده من وانت صغنونه ان لازم تحمي بشرتك، تحطي كميه كده
وابدا افرك بحركات دائريه علشان البشره تمتص الصن بلوك بالشكل ده كده يا بنات. بس بجدد الصن بلوك بقى كل ساعتين، يعني باخده معايا في الشنطه كده. استنوا اوريكم حاجه انا بعملها. بصوا العبوه الصغيره دي، بصوا العبوه الصغيره دي انا باخد من الصن بلوك بتاعي الكبير ده في العبوه دي وبحطها في الشنطه بتاعتي علشان طول الوقت اجدد الصن بلوك وانا بره. صدقوني يا بنات الموضوع هيختلف معاكم 180 درجه. انا فاكره وانا صغيره ان كان بيطلع لي حبوب كتيره جدا في الجزء ده، خصوصا لما الشمس كانت بتبقى ضاربه على طول في وشي من هنا، فبجد كنت اطلع للشمس ارجع بحبوب كتير قوي على بشرتي، وبشرتي بتغمق ويبقى شكلها مش حلو. فمن وانتي صغيره استخدمي الصن بلوك على بشرتك، ده من الروتين، من الحاجات الاساسيه اليوميه اللي لازم تعمليها. كده احنا اتكلمنا عن الغسول، عن المرطب، والصن بلوك، مش اكتر من كده حبيبتي. ما تحطيش اي حاجه على بشرتك، دول الثلاث حاجات الاساسيه اللي المفترض بتستخدميهم يوميا. نيجي بقى خلاص خلصنا الوش بتاعنا. اهم حاجه بقى عشان ما تتحطيش في موقف محرج هو غسيل اسنانك. مهم جدا يا حبيبتي ان انت تستخدمي معجون وفرشه. بنات كتيره جدا بتتحط في مواقف محرجه بسبب الكسل، بسبب ان انا ببقى مكسله ان انا اغسل سناني، خصوصا البواقي الاكل والحاجات اللي احنا بناكلها بتعمل روايح جوه في بقنا. حتى لو انت ما عندكيش ريحه الفم الكريهه، فلو انت بتسيبي بواقي الاكل وما بتنضفيش اسنانك هيبقى عندك روايح مش لطيفه، وهتتحطي في موقف يعني مواقف محرجه بسبب الموضوع ده. ده اساسي. تاني حاجه، لو انا بقى بعاني من ريحه الفم الكريهه هستخدم المضمضه دي لازاله الجير. اي نوع يا بنات ممكن تجيبوه من الصيدليه. المضمضه دي كمان حلوه قوي علشان بتزيل الجير اللي موجود، اللي بيسبب اصلا روايح في البق، وكمان بيسبب التهابات في اللثه. فدي من الحاجات الاساسيه. طب انا يا نادي ساعات ببقى الصبح بغسل سناني بالفرشه والمعجون، برضو كده بيبقى فاضل شويه روايح مش لطيفه لاني ما بحبش اكل اي حاجه الصبح. بصي عارفه السبراي ده هيكون حلو جدا جدا، هتجيبيه وتستخدميه كبخاخ جوه البق. بصوا هو نعناع بليمون، في انواع منه بالليمون، في انواع منه بالنعناع، في انواع منه كتيره قوي، وحاجه بسيطه قوي وما بتاخدش وقت. كل يوم الصبح لو انت حاسه ان ريحه فمك مش لطيفه او جالك تعليق شبه كده، تحطي ده في الشنطه بتاعتك وترشي منه كل شويه ببقك كده، هتلاقي ريحه النفس اللي طالعه من بقك كلها نعناع كده وانتعاش. فده من الحاجات الاساسيه اللي ما بتطلعش من الشنطه بتاعتي، علشان افضل طول الوقت واثقه من نفسي كده ان انا مفيش اي حاجه ممكن تحطني في موقف محرج. طب انا يا نادي الميزانيه مش سامحه ان انا مثلا اجيب سبراي وكده، ممكن تجيبي اصلا اي حاجه فيها نعناع. ومن الحاجات كمان اللي بحب احطها في الشنطه بتاعتي او استخدمها لما احس ان ريحه الفم عندي مش لطيفه، او اكلت اكله فيها توم فيها روايح، يعني باخد القرنفل واحط واحدتين قرنفل في بقي. صدقوني يا بنات كل الحاجات دي بسيطه قوي، بس ما بتحطكيش في موقف محرج وبتخليكي تحافظي على نظافتك الشخصيه. ريحه الفم دي من الحاجات اللي بتحطنا كلنا في موقف محرج، من المهم ان وانت صغيره كده تبقي عارفه الحاجات دي. بعد كده خلاص اتكلمنا عن البشره، عن الروتين اليومي، ان احنا نستخدم غسول مرطب وصن بلوك، دول 3 منتجات اساسيه لازم يكونوا موجودين عندك. اتكلمنا ازاي نقضي على ريحه الفم الكريهه، وكمان ازاي نهتم بشكل اسناننا كده، لان شكل اسناننا اصلا من الحاجات المهمه جدا يا بنات، اساسيات النظافه الشخصيه. نيجي بقى لاهم حاجه، ودي حاجه بديهيه جدا وكلنا اصلا ممكن نعملها بس ساعات بنكسل كده، وهو بخصوصا في الصيف لازم ناخد شاور كل يوم. كل يوم لازم تاخدي شاور، بس مش هتاخدي شاور بقى بميه بس، لان طبعا جسمنا بيفرز عرق وروايح مش لطيفه وكده. فمهم جدا يا حبيبتي من الحاجات الاساسيه في الروتين اليومي ان انت تاخدي الشاور بشاور جل، ان انت تاخدي شاور بشاور جل. فمن وانت صغيره تجيبي علبه شاور جل. دي انا اخر مره جايباها بعد الاسعار وارتفاع الاسعار وكده كانت ب81 جنيه. فبناخد كميه من الشاور جل وبنحطها، وطبعا بنغسل جسمنا كويس قوي تحت الميه وننضفه كويس. ده العمليه دي او الموضوع ده بنعمله يوميا علشان تفضل ريحتنا تكون حلوه ونتخلص من العرق والتراب اللي بيبقى موجود على الجسم، عشان ده اساسيات اصلا
اصلا النظافه الشخصيه. فالعبوه دي خليها عندك، او جيبي اي شاور جل بتحبيه اصلا. انا بحب عامه لوكس من وانا عندي 12 سنه، والله فعليا جربت انواع كتيره بس ده اكتر حاجه انا بحبها. فمن الاساسيات اليوميه ان انت يكون عندك شاور جل تغسلي بيه جسمك كويس قوي وتنضفيه، وده بتعمليه مره الصبح ومره بالليل. يعني قبل ما تخرجي كده لازم تاخدي شاور عشان تفضل ريحتك حلوه، ولما ترجعي من بره بعد العرق وبعد التعب لازم برضو تاخدي شاور. وصدقوني الحاجات دي بتبان ان هي كتير قوي، بس صدقوني لما هتستمروا عليها هتلاقوها بقت اساسيات اصلا انت ما بتقدريش تعملي غير اللي انت متعوده عليه. فيبقى عندنا الشاور جل وبنغسل جسمنا كويس جدا. نيجي بقى بعد ما غسلنا جسمنا لازم نرطب يا بنات، ودي حاجه انا بعملها، ان انا بستخدم ميه الورد على زيت الورد واخلطهم مع بعض كويس قوي، واول ما بطلع من الشاور ارش على جسمي. هتفضل ريحتك حلوه لحد ما ترجعي تاخدي شاور مره تانية. بالنسبه للبنات اللي عندها يعني بتعرق جامد وعندها ريحه العرق بتكون كريهه، فلازم تستخدمي مزيل عرق. تجيبي مزيل عرق ما يكونش فيه اي كيميكال، يعني ما يكونش بيسمر، ما يكونش بيمنع العرق، لا انت هتعرقي عادي جدا بس ريحه العرق هتكون حلوه مش هتكون وحشه، هو بس بيزيل ريحه العرق الكريهه فقط. لكن الحاجات اللي بتمنع العرق دي بتسبب غمقان في المكان ده بنسب كبيره جدا يا بنات. انا شخصيا وانا صغيره حصل معايا كده، ان انا كنت بستخدم مزيل عرق، واحده صاحبتي قالت لي عليه ولما استخدمته سبب لي غمقان، فكرهت كل انواع مزيل العرق لحد ما جربت بزلاين. بزلاين من الحاجات الطبيعيه، يعني بيبقوا مستخدمينها كلها من الحاجات الطبيعيه. فمن الروتين اليومي قبل ما تخرجي ان انت تستخدمي ميه الورد على زيت الورد، وتستخدمي طبعا مرطب كده يكون خفيف. انا بحب المرطب ده قوي وسعره 20 جنيه. انا على فكره جايبه لكم كل المنتجات يا بنات رخيصه جدا. المرطب ده سعره 20 جنيه، هترطبي بيه جسمك، هترطبي بيه ايديكي، وكمان هترطبي بيه رجليكي لو انت رجليكي فيها تشققات او ناشفه شويه. فده سعره 20 جنيه. اول ما بنطلع من الشاور بعد ما بنرش زيت الورد وميه الورد بتستخدمي كريم مرطب على الاماكن كمان الجافه قوي، لان انتوا بتكونوا صغيرين، على الاماكن الجافه استخدميه وجسمك مندي كده. ده من الحاجات الاساسيه يا بنات جدا. نيجي بقى للحاجة برضو الخطوة اللي بعد كده، لازم تسرحي شعرك كل يوم. احنا مش هنغسل شعرنا كل يوم، ولكن لازم نسرح شعرنا كل يوم عشان ما يحصلوش تلبيك كده، ما يدخلش جوه بعضه ويكون بعد كده صعب قوي في انك تسرحيه.